السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الآن نكشف لكم وجه الانتقالي، أكشفه كذا بالمفتوح. طبعا الذي بغبغوا الانتقالي وعيدروس والانتقالي وعيدروس والانتقالي وعيدروس الانتقالي وعيدروس. الآن بتجي الحكومة الجديد وبتفتح تحقيقات. أول تحقيق اغتيال أبو اليمامة، ثاني تحقيق اغتيال جواس. يا أصحاب ردفان لا تبيعوا دم الأبطال باسم إيش؟ باسم شعارات كذابة. غلطانين، ضحيتوا بأولادكم وضحيتوا بكبدة يعني كبادكم ضحيتوا بها، وما زلتوا بتضحوا يا أبناء ردفان على شعارات كذابة. وبأثبت لك اغتيال أبو اليمامة، والله الذي لا إله إلا هو إنه هذا تدبير إماراتي عيدروسي انتقالي، لأنه الصاروخ الذي قتل أبو اليمامة خرج من بير أحمد. تعرفوا بير أحمد ولا قشيمين عنه؟ من بير أحمد. جواس الذي قتلوه هم الانتقالي والإمارات بتشكيل عصابات الإمارات. الأراضي نهبت بتشكيل إماراتي وانتقالي وعيدروسي. إذا ما تشتوا تصدقوا ولا تشتوا تفهموا كلامي ادخلوا عدن. أنا واحد من أبناء عدن كريتر، رضيت أم أبيت أني واحد من أبناء عدن. حلو، لازم تستوعبوا يا أبناء عدن إنهم اللي يقول ويدعي الوطنية إنه كذاب في هذا الوقت الحاسم، فهو كذاب خايف على مصالحه لا تنتهي. هذا واحد. ثاني من السنتين نفتح تحقيق بالسجون السياسية من وراءها. ثالثا نفتح تحقيق، هذه رسالتي إلى العليمي وللقيادة الشريفة الذي يريدوا يبنوا وطن، وبرضو لأبناء الوطن أن يحافظوا على ممتلكاتهم، لأنه أي مكان ينكسر أو أي مكان يتدمر بسبة الانتقالي فهي ثروات من ثرواتهم. نعم وهو كذلك. ولكن الآن هم خايفين ويشكلوا لكم عصابات داخل عدن باسم الوطن، باسم دولة الجنوب، باسم الشهداء، باسم الجنوب العربي. هذا غير صحيح، هذول مرتزقة، هذول من عباد الدينار. هم خايفين أن تجي دولة وتفتح تحقيقات، وفعلا الدولة الواقية بتفتح تحقيقات بكل مسمار فلت وكل مسمار ارتفع. وأنا أوعدكم وعد إني أنا من أبناء عدن كريتر، وإذا تشتوا تعرفوا النهب والسرق اللي يصل بعدن كريتر انزلوا عدن وتأكدوا. لا مانع من هذا، فالبينة موجودة والسجلات موجودة والأوراق حق الأراضي اللي سرقوها موجودة والسجون موجودة، والناس قدهم يمشوا يكلموا نفوسهم. وأنت تجي تكلمني عن دولة إنك أنت انتقالي وإنك أنت يعني الرجل الشريف الوحيد الذي أنت تدافع على قضية وطن، ونحن لا خايسين، نحن ما نفهم بالوطن. حاولوا أبناء الوطن، أبناء شبوة، أبناء ردفان، أبناء الضاء، حاولوا أن تستوعبوا الحقيقة. لا حد يكذب عليكم باسم الوطن. عهد الرجال للرجال والمتحمان هرب. هذا عهد الرجال، إننا أضحي بأولادنا وأهرب، إننا أضحي بأولادكم ويتم جهالكم وأرمل حريمكم وأهرب. هذا هو الوطن؟ لا، هذا ما هو وطن، والله ما هو وطن. نعلة الله على الوطن اللي يكون كذا، نعل الله هذا الوطن الذي يكون بهذه الطريقة، أن الذي يقول كلمة الحق يشلوه السجون السياسية.
الناس خافوا وارتعبوا من هذا الكلام، ولا حد الآن السرق موجود. لازم الشيء دولة بس تفضي قليل وبناقشها بهذه المواضيع، وبتكلم على كل سارق ياخذ دم الناس ويأكل من حلول الناس، من حق الناس الضعفاء البسطاء. الآن بتنفتح تحقيقات، ونحن على رأس التحقيقات هذه، أنا من هنا والقيادة من هناك، ولكم وجهي هذا. إذا ما طلعت كل خاين، خلوا الأمور بس تهدى، خلوا الأمور تهدى، ورب الكعبة لا تخرجوا يا خونة. وهذول المطبلين بيجي لهم يوم وبينسحبوا زي الكباش، زي الكباش، بس لا داخل بتنسحبوا، بتتحاسبوا على كل كلمة خرجت من لقوفكم بإذن الذي لا تنام عينه.